السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي أزود مناعة الطفل؟ مع كل موسم بنكرر نفس السؤال، إزاي نزود مناعة الطفل؟ إيه هو الحل السحري اللي نعمله عشان مناعة طفلي تبقى أحسن وأفضل؟ كونه السري هو لا شيء. كنتم مستنيين أقول لكم الدواء الفلاني هو ده اللي هيخلي مناعة الطفل زي سوبرمان، أو الحقنة الفلانية اللي هياخدها هتخلي مناعة طفلك ترتفع لحد ما توصل للسماء، ولكن الحقيقة بتقول إن مناعة الطفل زيها زي وزنه زي طوله، يحتاج أيام وشهور ورعاية عشان نوصل للمناعة المطلوبة. فهي إيه هو الحل السحري اللي يظبط مناعة الطفل؟ هو إن إحنا نظبط الساعة البيولوجية. من أهم الأشياء اللي نعملها عشان نظبط مناعة الأطفال إن إحنا نظبط الساعة البيولوجية، إن إحنا نعمل إعادة ضبط المصنع للطفل. بالظبط. الساعة البيولوجية إيه هي؟ وإيه أهم 5 حاجات يظبطوا الساعة البيولوجية؟ الساعة البيولوجية زي ما قلت إن إحنا نعمل إعادة ضبط المصنع للطفل. ده مركز في المخ ربنا عامله عشان يعمل تناسق ما بين الليل والنهار، عشان يظبط الخلايا تعرف امتى الليل وامتى النهار. فلما النور يقل ويجي الليل يبدأ الجسم يطلع هرمون النوم ويطلع هرمون النمو، ولما النهار يطلع يبدأ الجسم يطلع هرمون النشاط اللي هو الكورتيزول. فالساعة البيولوجية ده نظام غاية في الدقة ربنا عامله عشان يحصل توازن في جسمنا ما بين المخ وما بين الجسم، وده يرجع بعد كده بمناعة قوية وجسم قوي. أهم 5 حاجات لو ظبطناهم كل المشاكل اللي إحنا بنشتكي منها، من ضعف تركيز لضعف في المناعة لسمنة مفرطة، كل مشاكل الطفل دي هتتحل ونعمل إعادة ضبط المصنع لطفلنا. أول حاجة وأهم حاجة لازم الطفل ينام كل يوم في وقت محدد، يروح للسرير كل يوم في ساعة معينة، وبكده يبدأ المخ يتدرب إن ده وقت النوم فيطلع هرمون النوم اللي هو الميلاتونين، وده يخلي الطفل يدخل في مرحلة النوم العميق اللي الجسم بعدها يطلع هرمون النمو اللي هو مسؤول عن كل حاجة كويسة في الطفل، مسؤول عن نمو العظام، مسؤول عن نمو جسمه، مسؤول إن هو يعيد تكوين الأنسجة من جديد، مسؤول إن هو يشيل الخلايا الميتة من جسمه، مسؤول إن هو يزود مناعة الطفل ويكون خلايا مناعية جديدة من البروتينات. فلازم الطفل كل يوم يروح للسرير في ساعة محددة، مسموح ليكِ بساعة قبل أو بعد، ولكن مش أكتر من كده. حاجة تانية، لازم الطفل ياخد كفايته من النوم، وفي الجدول اللي هيظهر ورايا ده كل عمر مع عدد الساعات المناسبة للنوم في العمر ده. هنلاقي الخط الأزرق الغامق هو ده عدد الساعات المثالية للنوم في العمر ده. اللون الأزرق الفاتح هو أعلى عدد ساعات مسموح بها وأقل عدد ساعات مسموح بها للطفل. اللون البرتقاني هو الزيادة عن الطبيعي في النوم أو أقل عدد الساعات من الطبيعي في النوم. فلازم الطفل ياخد كفايته من عدد الساعات في النوم، وعشان ياخد العدد ده لابد تعود طفلك لو نام بالنهار هو أقصاها 20 ل 30 دقيقة عشان يقدر ينام وياخد كفايته من النوم بالليل اللي هو النوم الطبيعي. ثالث حاجة هو لابد ينام في الظلام، وعرفنا من الكلام اللي قبل كده ليه لابد ينام في ضلمة. رابع حاجة لابد يبعد بساعة على الأقل قبل النوم عن طريق كل الأجهزة الإلكترونية، كده يبعد عن الضوء الأزرق، وبكده لما يوصل لمرحلة النوم يكون مهيأ إنه ينوم نوم هادي وصح. الساعة ديّة يقضّيها في قراية، يقضّيها يقرأ قرآن، يقضّيها يتعرّف على إخواته، الفترة دي كلّها تبقى استعداد لروتين يومي للنوم. خامس حاجة إن هو لازم يتعرّض للشمس كل يوم، لازم يتعرّض للشمس ويخرج في الجو المفتوح في الوقت اللي الشمس ما تضرّوش فيه زي وقت الغروب أو وقت الشمس بدري، يلعب، يتحرّك، يمارس رياضة، يمشي، يبقى في جو مفتوح، ده بيقلل التوتر ويقلل هرمونات التوتر ويخلّي الطفل أقل عصبية، وفي نفس الوقت يبقى عنده استعداد طبيعي لنوم طبيعي. فدول كانوا أهم 5 حاجات ممكن نعملهم نضبّط بيهم الساعة البيولوجية ونعيد ضبط المصنع لطفلنا من أجل إن إحنا نحصل على نمو طبيعي ومناعة قوية. انتظرونا في الفيديو الجاي بإذن الله عز وجل، هنتكلم عن أهم غذاء مناسب لكل مرحلة عمرية من الرضاعة لحد البلوغ وتحسن مناعة الطفل إن شاء الله. دمتم في أمان الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.